بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المشاركة في الانتخابات على اعتبار أنها الطريق للإصلاح، أظن أن هذا وهم سوف يدركه الذين يشاركون في ذلك وقد شاركوا فيه مرات ولم يتم إصلاح من خلال هذا الأمر، وهو يتضمن تقديم تنازلات كثيرة جدا عن مبادئ الدين، فيترتب على ذلك خلل كبير. وأنصح السائل بمراجعة مقال السلفية ومناهج التغيير في من مقالات صوت الدعوة الصادرة قديما، ففيها بحث في هذه المسألة. مسألة اتهام غير المشاركين بالسلبية، يقول مثلا الإخوان المسلمين نزلوا في 20 دائرة من أكثر من 50 دائرة. طب ال30 دائرة كانوا سلبيين ولا كانوا سلبيين؟ اشمعنى بقوا إيجابيين في 20 وفي 30 سلبيين؟ السنة اللي فاتت قاطعوا انتخابات مجلس الشورى، قالوا للتزوير ونحو ذلك لأنه ما فيهاش فايدة. طب والتزوير اتحل المرة اللي فاتت، ما كانش سلبية ليه السنة اللي فاتت وبقى واجب دلوقتي وبقى كتمان للشهادة الإنسان ما يشاركش؟ يبقى إذا قرروا الانسحاب من هذه اللعبة السياسية يكون جائزا أو كونه حراما أن يشارك الإنسان لكي لا يعطي الشرعية يعني أنظمة تقوم على التزوير والكذب، وإذا أوجبوه هم صار واجبا. هذا ليس كذلك، الأمر مبني على المصلحة والمفسدة، ونرى مفاسد عظيمة بلا مكاسب في الحقيقة. والسلبية لمن لا يسعى إلى نصرة الدين بالوسائل الأخرى. دعوة إلى الله عز وجل أعظم وسيلة لنصرة الدين. ولا تكتموا الشهادة عندما يشهد الإنسان على جريمة أو على حق مالي أو نحو ذلك، هذا الذي نزل فيه الآية. وأما هذا فإنما هو تزكية لمن لا يستحق التزكية. الترشيح ده عندما يزكي الإنسان من لا يستحق، ثم الأمر محسوم كما هو معلوم منتهي من البداية. الصناديق جاية مليانة، هنضيع وقتنا في إيه؟ لا، هذا أسلوب غير مشروع في البداية. الأسلوب الشرعي هو أن يعني يختار الإنسان غيره. أبو بكر قال رددت لكم أحد الرجلين، أو عمر أو أبا عبيدة، وهو نفسه أبو بكر معلوم منزلته، فقال عمر بل رضاك رسول الله مدينة أفلا رضاك لدنيانا، فأخذ بيده فبايعه. في الأصل في قضية الانتخابات فيها نوع من تزكية النفس وفيها نوع من طلب الولاية في النظام الإسلامي، لكن قد يكون ذلك في نظم غير إسلامية إذا وجدت فيه مصلحة راجحة وغلب على الظن تحقيق الانتفاع، قد يقال هذا من اختيار أقل المفسدتين. ولكن الآن ليس إلا مفسدة كبيرة بلا مصلحة. يعني قد نقول إن فعلا في بعض الأحيان، لو في بعض الدول في بعض الأزمنة الأخرى، قد يكون هناك تخفيف للشر كما فعل يوسف عليه السلام، تقليل للشر أو تمكن من الدعوة إلى الله. لكن في حقيقة الأمر مع الواقع الموجود أن هذه أمور معلوم أنها دفع ثمن باهظ من مبادئ الدعوة ومن يعني وقت الملتزمين وأعمارهم وأحيانا أبدانهم بالسجن والضرب والقتل والأموال الهائلة التي تصرف والدعاية التي تتضمن أنواع من النزاعات والخصومات والمنكرات، وما يترتب على ذلك شيء في النهاية، لأن الأغلبية محسومة.